البرنامج الطموح هذو كلهم مشاريع ديال صاحب جلاله الله ينصرو. انا كنعتبر يعني دوزت تقريبا 14 ولا 15 عام في وزاره الفلاحه قبل ما نكون رئيس الحكومه، بانه هذا من احسن يعني البرامج الكبرى اللي نجحت في بلادنا واللي عطات واحد المردوديه اللي هي مهمه بالنسبه للمواطنين، واللي هي المنبع ديالها لا سورس ديالها منين جات، هي من عند اللوكال، هي لا كومين اللي كدير الطلب ديالها، هي لا ريجيون اللي كدير الطلب ديالها، هي الوالي اللي كياخذ القرار ولا العامل اللي كياخذ القرار، وكيكون واحد التكامل، واحد التفاعل بين الاداره يعني الادارات المركزيه والاداره، وعطى نتائج. وتقريبا انا تكلمت قبيله على اكثر من 48 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمار اللي تعملات في هذا برنامج اللي هو ناجح. الماء والاستثمار مشاريع كبيره، تكلمنا على المونطون توتالور، براجات جداد، محطات ديال التحليه ديال المياه، 3 ولا 4 هما اونكور، 2 وجدوا، 10 غادي يداو يعني في السنوات المقبله. هادو كلهم المحطات ديالهم راهم جهويه في المنطقه باش يمشيو مع الساكنه. لي باراج كذلك عندهم واحد الدور كبير. لي سوي، الطلبات ديال المواطنين، هذوك لي سوي ديال الماء باش يحبسوا الماء، هادشي كله خاص التفاعل مع يعني التيريتوار، والتفاعل مع المناطق الجهويه، والتفاعل هذا في كل هذه برامج اللي هي غادي تكب يعني في هذا النطاق. الفلاحه كلها استثمارات يعني خارج الرباط، يعني خارج مدينه الرباط والدار البيضاء، هي في الجهات، هي في المناطق، هي يعني استثمارات اللي هي جد مهمه اللي كنواكبوها. يعني كاع فين ما كاينه الخلق ديال الفالور اجوتي، يعني ديال القيمه المضافه، راه كتكون يعني في الجهات، وخصها المواكبه، وخصنا نكونوا